عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده ايه بريفيو سريع كده او بتجربة كده، يعني جربتها وعايزة افيدكم بيها، وخصوصا احنا في الغلا وداخلين على المدارس. احنا بنحاول يعني نوفر ونستبدل ببدائل كتير. وانا كنت في جروب كده بتاع جبن وحاجات كده. المهم لقيتها عارضة رومي قصاقيص او رومي شرايح او حاجة زي كده. المهم هو دي اهي. تمام. لقيتها بتقول الكيلو بكام؟ ب115 جنيه. ب115 جنيه. طب ده كيلو الرومي بره ب200 جنيه. فقلنا ايه، هنجيبه التجربة خير دليل. وهي شكرت فيه. وقبل ما اجيب حاجة يعني انا دي حاجة فيا بسأل عليها 60 مرة و60 حد، وبتأكد من ريفيوهاتها الاول. فلقيت انا متابعاها، عايز اقول لكم بقالها مثلا سنة. موضوع الرومي دوت القصايص من ايام ما كان النص، مش فاكرة كان ب30 ولا ب50. النص ده كان كمان بيتهيألي الكيلو يعني. لا مش فاكرة والله، بيتهيألي كان نص ب30 او ب35. شوف هي وصلت كام، يعني الواحد برضو مش بيجيب بالسهل. المهم، فلما لقيت بقى ناس كتير بتشكر فيها وها خلاص حانت اللحظة، قلت هجيبها. فطلبت منها قلت نجيب نجرب، وبعدين انا وماما واختي وكده. فقلت اروح بنفسي كمان، هي عندها توصيل اونلاين وكل حاجة، بس انا قلت اروح بنفسي اشوفها قبل ما اخدها. لقيتها كويسة، ودقتها قبل ما كمان ما اجيبها. هي حلوة، يعني حلوة 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 في كل حاجة. جبنة يا بنات نظيفة، ما فيهاش اي شعر، ما فيهاش اي شوايب، ما فيهاش اي حاجة. لما رحت قبل ما يعبي قلنا نجيب يعني ايه كتجربة وكده، وجبت. وانا عايزة اقول لكم ان ده الكيس ده كان مليان، ده تقريبا نصه. انا يعني كلت نصه، مش كلته، لا استخدمت. ومن حلاوتها بقيت بعمل بيها سندوتشات بالعيش الشامي الابيض ده، بفطر بيها. انا قلت اجيبها بما ان بقى خلاص المدارس داخله وكده، فدي هتنفع، هتسهل علينا كتير. بصوا انا هنزل لكم حبه في طبق. ماشي. الجبنه الرومي دي عباره عن ايه؟ بتبقى زي قصاقيص مصانع او محلات، بس بتبقى يعني حاجه نظيفه. صراحه لا لقيت فيها عفاره ولا ترابه ولا اي حاجه. لقيت فيها حاجات سودا، ببص كده لقيتها فلفل اسمر، بس نظيفه يعني كويسه. وبديل، يعني انا عايزه اقول لكم ان هي تقريبا نص تمن اللي بره. الناس هتقول مثلا بايظه حمضانه. انا ما نزلتش الريفيو ده الا بعد اسبوع وزياده من استخدامي ليها. ان لو كان حد تعب او جراله حاجه او انا شفت عليها حاجه، كنت هقول له مش هنزل اصلا الريفيو. فلقيتها حلوه جدا. يعني اختي استخدمتها في الجلاش، هي تنفع في الجلاش، في السمبوسه، في الساندوتشات. تحطيها على وش البيتزا وعلى وش الجلاش برضه، او على اي وصفه عايزه تحطيها في وشها، في حشوتها. المكرونه بالبشاميل مش هتشتكي ولا تقولك لا. واحلى ما فيها بقى انها متقطعه شرايح. يعني بصي هتحطي في ساندوتش عادي فينو بقى، عيش شامي، عيش بلدي، هي متقطعه شرايح جاهزه. دي عباره عن ايه؟ زي بتبقى مثلا هما بيقطعوا بالمكنه بتاعتهم، بيبقى دي الاحراف، الاطراف بتاعتها. طبعا بتبقى دي رخيص للي ايه، للي مش قادر يجيب التانية. انا عايزه اقولكم ان انا رحت اجيب يعني طبق جبنه رومي. لقيت الطبق ب5 وده ب10. اللانشون كان ب5 وطبق جبنه رومي ب10. وعدد القطع اللي جوه بتاع الرومي اقل من اللانشون اصلا. فده بديل يعني، والله يعني كويس يعني. طبعا اللي معاه وقادر يشتري، انا مش بجبره انه يشتري، بس انا بقول لكم دي حاجه مجربه. الجروب ده هو عندنا هنا في بلدنا احنا بس. انت ممكن هتلاقيه بتوع الجبن الموتزاريلا، واللي بيبيعوا الحاجات بتاعه الجبن الحمد والحاجات دي. جبت برضو منها الموتزاريلا الحمد والحاجات دي عندها يعني. هتلاقوها بتبقى تسألها على رومي قصايص او رومي شرايح، على حسب ما هي يعني ايه بتقولوا عنده. وهو ب115. انا شفت كام جروب عندنا عرضه ب115، وتقريبا بيبقى سعر موحد، يعني نص التمن تقريبا. انا استغربت، قلت نص التمن واكيد مش حلوه. وقبل زي ما قلت لكم قبل ما اشتري حبيت اشوفها بنفسي. بس والله العظيم طعمها حلو، وجوزي كلها وحبها.
ويعني مش عايزه اقول عيالي لان انا ابني اصلا مش عارفه ما بيحبش الجبنه الرومي، بس بنتي الصغيره كلتها يعني، وكل اللي دقها قال كويسه، يعني كل اللي جربها قال جبنه رومي عادي كويسه مش فيها حاجه، يعني مش بايظه يا جماعه، مش حد لقى فيها حاجه، لا. انا بطلعها من الفريزر، اخد اللي انا عايزاه واعين الكيس في الفريزر تاني، وعايزه اقول لكم ان انا هكرر التجربه ان شاء الله اجيب منها تاني، بجد طلعت كويسه. وزي ما قلت لكم بقى خصوصا المدارس جايه وعايزين نخف على بعض شويه، فدي حلوه حلوه لو يعني عشان الولاد بيبصوا لبعض وهو كنوع من انواع التغيير وكده. يعني انا عايزه اقول لكم ان الجبن التانية الكيلو عدى كام، بتهيألي جاب 100 كيلو الجبنه اللي هي التلاجة العاديه، فدي دي زيها يعني برضو حلوه تغيير. والحلاوه برضو الكيلو بره جاب 100، يعني ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان دي رسومات في الطبق ماشي، مش تفتكروها حاجه وحشه اهي. لكن الجبنه بصوا ما شاء الله فيها، بصوا فيها شرايح، فيها قطع، يعني انت وحظك. يعني بصوا كان في قطع اكبر من كده كمان، فزي ما تحبي استخدميها. وانا ان شاء الله برضو يعني ايه، يعني انا جايباها مش زي ما قلت لكم مش للاكل بس انا خلاص نص كيس في الاكل بس. انا يعني انا قلت اعمل لكم الفيديو دوت تخفيفا زي ما قلت لكم الاحمال وكده. ربنا يعين كل واحد على حاله بالاسعار اللي بقت نار. واي واحده تقول لي اتقي الله ده مش حلوه ده بايظه، انا ما قلت لكم ما جربتش الحاجه الا لما ما نزلتش قصدي الفيديو الا لما جربته. فعمري ما هنزل حاجه بايظه واقول لكم جربوها. وكمان انا ما بعرضش على جروب معين، ولا دي حاجتي، ولا بقول لكم روحوا خشوا على الجروب ده. انا بقول لكم هتلاقوها في الجروبات والحاجات اللي بتبيع، ومحلات كمان جايبها من محل وهي بتبيع وبتعرض اونلاين برضه. فايه اللي حابب يشتري يعني يشتري، احنا بس بنخفف على بعض لان الدنيا غلا وكوا واللي معاه يجيب ده يجيب، واللي معاه يجيب ده يجيب، يعني انا ما بجبرش حد يجيب حاجه. فهي انا بقول لكم تجربتي على حاجه طلعت كويسه والله. انت خايفه، هي بيبقى عندهم بالربع، يعني هي قالت بالربع ممكن تجيب من اول ربع كيلو، والربع مثلا يعني ب 115. بتهيالي كانت قالت ان الربع ب30 او ب35 حاجه زي كده يعني. فممكن تجربي وهتبقى حاجه بسيطه برضو، يعني 35 جنيه بتمن 2 كيلو فاكهه اصلا، بس هتطلع كميه جبنه حلوه برضو، يعني ممكن يكفوكي مثلا اسبوعين سندوتشات لطفل او طفلين، يعني ربع كيلو مش قليل هتوزن يعني. فانا بنقل لكم تجربه ويعني اللي حابب يجرب يجرب، واللي مش حابب خلاص عادي يعني. زي ما قلت لكم انا مش بعرض حاجه لحد، ولا بقول لكم روحوا لحد معين اشتروا منه، يعني هي تجربه وبنقلها لكم. يعني من الاخر كمان انا عايزه اقول لكم ان الجبنه دي هي الجبنه اللي ام 200 جنيه ولا 200 وشويه، مش هيخترعوها مثلا مخصوص، لا هتقولوا لي بايظه ده قديمه مركونه. على فكره الجبنه الرومي بتبقى قديمه ومتعتقه اصلا يعني، فهي نفس الجبنه دي طالعه من نفس القالب اللي مقطوعه لكم منه، بس دي قصقصه بواقي، واحنا حلوين بناكل البواقي عادي. احنا راضيين نعمه وفضل من عند ربنا، بنلم على النعمه عشان النعمه تلم علينا، المهم ان احنا نطولها بس احنا مش طايلين. فاللي معاه وقادر ياكل الحلوه القطعه على بعض يجيب، واللي معاه ويجيب ده يجيب عادي، يعني المهم ان الولاد ياكلوا وينبسطوا، احنا مش عايزين غير كده. يعني انا جايباها مش زي ما قلت لكم مش للاكل بس انا خلاص نص كيس في الاكل بس، جايباها للاستخدام لاي حاجه. جربوها وان شاء الله هتعجبك. انا عايزه الفيديو يكون بس خفيف كده، انا خلصته كده. اتمنى يكون عجبك واستفدت منه. لو عجبك بقى مش تنسي تحطي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.